أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست دكتور الشغل. النهاردة هنناقش موضوع مهم ويمكن يكون مفتاح الحلقات اللي جاية كلها. النهاردة هنتكلم عن تسلسل درجات السيطرة والتحكم للوقاية من مخاطر. يعني ايه الكلام ده؟ احنا من الاخر هنتكلم النهاردة على الدرجات اللي بنعدي فيها والتسلسل اللي بنعدي فيها عشان نقدر نقي نفسنا من المخاطر، واللي بتكون على شكل هرم مقلوب. الهرم ده بيبقى قاعدته فوق وقمته لتحت، بيمتد من الأكثر فعالية عند القاعدة فوق وبيفضل ينزل للأقل فعالية في القمة بتاعته، وهو جزء أساسي من إزاي نخلي مكان العمل بتاعنا آمن وخالي من المخاطر. تسلسل التحكم ده بيبقى فيه 5 مستويات. هنتكلم أول حاجة على أول مستوى اللي هو في قاعدة الهرم المقلوب، هو أكتر حاجة بتعمل نتيجة. المستوى الأول هو الإزالة. من منتهى البساطة احنا هنزيل مصدر الخطر نفسه. على سبيل المثال لو أنا عندي مكنة الموديل بتاعها قديم مثلا وفيها سلك، والسلك ده بيكعب للناس اللي بتشتغل، فهجيبها مكنة جديدة من غير سلك، زي مثلا مكن الحلاقة الجديد اللي موجود عند الحلاقين. أو إني أمنع التعرض من بابه، زي إني أشتري المواد اللي داخلة في الإنتاج بالحجم اللي هيدخل في الشغل، عشان أزيل عملية التقطيع اللي أنا هعملها في الأول، وبالتالي أي مخاطر هتيجي من التقطيع زي غبار أو غيره تبقى مش موجودة. فلو أنا أقدر أمحي المخاطر أو أزيلها هعمل كده. طيب لو أنا ما أقدرش أعمل ده، هبدأ أفكر في المستوى التاني. المستوى التاني بنسميه الاستبدال. يعني لو ما ينفعش أزيل المصدر هبدله بمصدر آمن. لو أنا عندي مادة كيميائية خطرة هجيب مادة تانية بتعمل نفس العمل بتاع المادة الأولانية بس تكون أكثر أمان. أو لو أنا بقطع بمناشير وصوتها عالي ممكن أستخدم القطع بالليزر، وده هيكون أقل في الضوضاء بتاعته. المستوى الثالث بقى احنا بنسميه السيطرة عن طريق الهندسة أو السيطرة الهندسية. وهنا بيجي دور اخواتنا بقى المهندسين في انهم يعزلوا الخطر عن العمال، زي مثلا ان هم يركبوا حواجز على المكن يمنع الاصابات، او يعزلوا الصوت، او يعزلوا الحرارة اللي خارجين من المكنة، او يبقى فيه مكان مقفول تتعامل فيه مع المواد الخطرة مثلا وليه شفاط بتاعه بحيث ما يبقاش فيه اي مواد خطرة بره المكان المقفول ده. طبعا واحدة من اهم العوامل السيطرة الهندسية هي الصيانة اللي بتحافظ على كفاءة المعدات وبتقلل خطورتها. المستوى الرابع بقى بنسميه السيطرة الإدارية أو التوجيه. ده بيجي بقى دور الإدارة هنا، إنها تقلل المخاطر عن طريق إنها تغير طريقة عمل الناس اللي بتشتغل. فمثلا إن إحنا نغير السياسات أو الإجراءات أو تدريب العمال أو جداول العمل، زي إن أنا مثلا أبدأ أدور العمال النهاردة كان بيشتغل على الشغلانة دي بكرة يشتغل على الشغلانة دي عشان أحافظ على أدائه وأحافظ على عضلاته شغالة بشكل سليم. أو إني أعمل مكان مش مصرح بدخوله غير لبعض الناس اللي ليهم تصريح إن هم يخشوه عشان أقلل التعرض. أو إني أوفر أماكن للراحة وأوقات للراحة للعمال بتوعي، أوفر لهم أكل وسوائل لو هم بيتعرضوا للحرارة، أوفر لهم مهام الوقاية. كل الكلام ده بيبقى دور السيطرة الإدارية. المستوى الخامس بقى وده أقل حاجة بيبقى ليها فعالية، اللي هو مهمات الوقاية الشخصية، زي إن إحنا نلبس سدادات الأذن، الماسكات، الجوانتيات، كل الحاجات اللي مطلوب للناس يلبسوها عشان يقللوا التعرض لنفسهم. لو خدنا بالنا دي آخر حاجة في التسلسل، وبالتالي أنا بلجأ ليها لو معرفتش أطبق أي حاجة من اللي فوق أو كعامل مساعد مع الحاجات التانية. فأنا ممكن أكون عازل المكنة وفي نفس الوقت ملبس الناس السدادات الأذن لو الصوت عالي قوي، أو ممكن أكون عازل الخطر البيولوجي ده مثلا في كابينة ولا حاجة بس في نفس الوقت ملبس الناس ماسكات عشان ما يحصلهمش مشاكل. طيب الكلام اللي انت قلته ده لطيف وظريف، ادينا بقى مثال عشان نفهم اللي انت قلته على السيطرة على التحكم والتسلسل الهرمي والكلام ده. هندي مثال من كلنا عارفينه كلنا عدينا بيه، الكورونا، فترة الكورونا. في الكورونا في الأول خالص حاولنا نعمل إزالة للكورونا عن طريق إن إحنا قلنا الناس تقعد في بيوتها، وقلنا العيانين يتعزلوا، وبدأنا نطبق إجراءات الحجر بحيث إن إحنا نقلل خالص الانتقال بتاع الكورونا في أمل إن إحنا نقضي عليه خالص. فما عرفناش نعمل ده، بدأنا نعمل استبدال للنشاطات العادية بتاعتنا لنشاطات تانية، زي إن إحنا نشتغل من البيت أو نتعلم عن بعد عشان نقلل الاختلاط. وكمان جم المهندسين وبدأوا يبتكروا لنا بعض التدخلات منهم، زي مثلا إن إحنا نحط حواجز بلاستيك أو حواجز إزاز، أو يبقى فيه
طريقة ما نهوي بيها المكان أو نفلتر الهواء. كل ده كان بهدف إن احنا نقلل خطر الكورونا علينا. بعد كده جه دور الإجراءات الإدارية، زي هنمنع الناس تخش في أماكن معينة، هنحط حد العدد الأقصى للناس اللي تدخل، محدش هيخش من غير ماسكات، محدش هيخش مكان من غير تطعيم. دي كلها كانت أمور إدارية. وأخيرا كان عندنا استخدام الماسكات، سواء الماسكات اللي هي كانت بتمنع دخول المرض زي K95 أو الماسكات العادية اللي كنا بنستخدمها، والحواجز بتاعت الوجه البلاستيكية. دي كانت أضعف حاجة بنعملها. كل الحاجات اللي قبل كده كان الهدف منها إن احنا نتخلص من الكورونا. وده مثل بسيط للي عايز يفهم التسلسل الهرمي للقضاء والسيطرة على المخاطر. يا ريت تشاركونا بالأمثلة من شغلكم على الجروب بتاعنا على الفيسبوك وعلى تويتر، وهتلاقوا لينكات تحت في الديسكريبشن. واشوفكم على خير.